بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهلا بحضراتكم في قناه البابا كرولوس وتماف ايرين. صراخ وعويل في عيد السيده العذراء بقريه الطيبه بسمنلوط المنيا. كل عام وحضراتكم بالف خير، تنعاد عليكم الايام بالبركه والخير وراحه البال، حل كل المشاكل المستعصيه امين، وذلك بمناسبه عيد السيده العذراء سلام الرب عليه. رجاء محبه، لايك وشير، شير كتير عشان صوتنا يوصل، لان الناس اللي هناك مطحونه بجد وخايفين ومرعوبين. تداول اكتر من فيديو صوت وصوره على مواقع التواصل الاجتماعي فيه مسيحي بيصور وهو بيجري وخايف ومرعوب، وصراخ واستغاثه سيدات مسيحيات، وهقول لكم عرفت ازاي انهم مسيحيات. الحقيقه شفت الفيديوهات صوت وصوره، الرعاع المتطرفين بيطاردوا اولاد ملك الملوك، بيطردوهم وبيوتهم مولعه بعد ما نهبوها كالعاده. طب ايه السبب وايه ورا الحكايه دي كلها؟ الحقيقه هحاول ابقى هادي عشان لما بتعصب الكلام بيدخل ببعضه، لاني بتكلم بانفعال، فربنا يديني سلام في قلبي عشان اقدر احكي لكم الحكايه كويس. اللي حصل في قريه الطيبه مركز سمنلوط محافظه المنيا امبارح، ولعوا في بيوت المسيحيين اللي حوالين كنيسه الست العذراء سلام الرب عليه. اولاد الشيطان هاجوا زي الدياب السعرانه ورا المسيحيين. ايه بدايه الحكايه؟ بدايه الحكايه عيل ما يسواش 3 ابيض 3 مليم في سوق الرجال، ما عندهوش نخوه الرجاله اصلا، لكن اتعلم في ثقافته الدينيه طبعا ان مالهم حلال ونسائهم حلال، فاستباح انه يمد ايده على بنت مسيحي. طبعا هم بيقولوا ان في شاب مسيحي او شخص مسيحي اندهس بعربية البوليس. هنتحقق من الموضوع واقول لكم هل هو فعلا حصل كده ولا لا، لكن بيقولوا انه فعلا في شاب مسيحي اندهس بعربية البوليس وفي المستشفى في حالة صعبة. لما الواد المسلم اللي ما يسواش في السوق الرجالي 3 ابيض مد ايده على بنت ملك الملوك، بنت مسيحيه شابه معدي عادي ماشيه في الطريق عادي محترمه وماشيه في حالي، لكنه لمس جسدها بطريقه غير لائقه، يعني بالعربي اتحرش به. وان جيتوا للحق اي حد عنده دم عنده نخوه وعنده شهامه ورجوله كان هيمسك الواد قليل الادب ده يديله قلميا يخليه يقطم من الارض اللي واقف عليه. لكن هتقولوا ايه؟ ليه وليه اهلها يا ناس غلطانين، يا ما شافوا بنتهم بتتعرض للموضوع دي عندهم نخوه وعندهم دم وقاموا اتخانقوا مع الولد عشان يعرفوه غلطه. ليه وليه؟ اما يدافعوا عن عرضهم وشرفهم وبنتهم. قامت الدنيا ما قعدتش. طبعا مش من حق المسيحي انه يقوم يدافع عن عرضه وشرفه، لازم يسيب بنته عشان في الاخر يجوا يقولوا لك اصل ليها سنه كامله بتدرس في الاسلام وبتقارن الاديان، بمعنى انهي بتكون قصر يعني 15 16 سنه 17 18 بالكثير، ويقولوا لك اصل راحت الازهر واشهرت اسلامي واتعرضت على اختبارات كثيره جو ونجحت فيه، واختبروها وقالوا لي انت عايزه تسلمي بمزاجك، فتقول عايزه اسلم بمزاجي. يا جماعي يا جماعي اللي فيه عقل يفهم. ومحدش بيعتقد ان البنات بتتعرض لضغوط ما يعلم بها الا ربنا، وبتسبى بالرغم عنه، وبتكون مضغوط عليها بكل الطرق الممكنه واللي مش ممكنه. فطبعا الواد المسلم خد بعضه وراح قال لجماعته ليه وليه النصارى اتعركوا معاي، النصارى اتعركوا معايا عشان ولا حاجه، انا ملاك نازل من السمي وهم قاموا يعملوا لهم روح ويعملوا روحهم بني ادمين واتعركوا معايا وانا قاعده في حالي. فطبعا قاموا كلهم كالعادي بعد صلاة الجمعة، هم متعودين كده يصلوا ويركعوها لله، وفي الآخر يعقدوا النية على غزوة هي المرة داي غزوة الطيبة، بلد قرية صغيرة اسمها الطيبة، مش غزوة أحد يعني المرة دي اللي تفهموا غلط. طب هل يروحوا وحديهم؟ ما يصحش طبعا، ما ينفعش، لازم البركة داي ياخدوها كلهم مع بعض. فقام الرعاع شوية البلطجي شوية المتطرفين لموا بعض من القرى المجاورة، يعني ما فيش حد عاقل يعقل الكلام ويقول لهم يا اولاد عيب، ما حدش هيقوم يتعرك مع حد او يتخانق مع حد من غير سبب، كله ما هبيش زي بعضه ما فهمش عاقل. ومش هقول الله يديهم العافية، الله لا تديهم العافية. اتلموا مسلم الطيبة على مسلم القرى المحيطة وهاجوا على المسيحيين
زي الديابة السعرانة. قاموا طبعا كالعادي زي السيستم اللي هم تعودوا عليه طول حياتهم، نفضوا بيوت المسيحيين وخلوها على البلاط، نهبوها ما خلوش فيها حاجة، وراحوا قاموا مولعين في البيوت داي حوالين كنيسة الست العذراء سلام الرب عليه. طيب حد هني نارهم الداخلية تبرد، قلبهم يبرد، يسكتوا يسيبوا المسيحيين في حالهم وفي بلاهم وفي همهم وفي مرهم اللي شاربينه؟ لا، بقوا يطردوهم في الشوارع ويزقلوهم بالطوب ويخبطوا فيهم بالشوم وبالعصيان ويجروهم قدامهم في الشارع. طبعا اللي صور الفيديو اللي فيه النار وصور الفيديو اللي فيه صويت السيدات او صراخ السيدات واستغاثتهم، ده كان مسيحي بيجري مرعوب منهم وخايف. واحد صور من فوق السطوح وكان مرعوب ان حد يشوفه، والتاني صور وهو بيجري وبيستخبى منهم. طبعا حد هيقول لي ليه ما بلغوش الامن؟ كمسيحيين احنا مواطنين مصريين مش فئة معينة في المجتمع، والعاقل من المسلمين اللي يسمعني يقول كلمة الحق اللي ترضي ربنا، اللي هيوقف بيها امام الله ويتحاسب بيها قدام ربنا. يعني صح لما يحصل ده ولا غلط؟ النتيجة كانت انه انا مش هعمم واقول انه كل الامن كده، لكن الواقع اللي حصلت ولما يحكيها اصحابها على لسانهم قالوا كده، قالوا ان شخص مسيحي العربي داسته وحالته صعبة جدا في المستشفى، وقال انهم تركوا الامور نهائيا، سابوا الامور من غير حسم وبقوا دوكم يخبطوا في المسيحيين زي البهايم. وطبعا كالعادة وبشهادات حية ولينا خبرات سابقة في الموضوع، انه من عشرات السنين في نفس احداث اضطهادات المسيحيين اخرتها مساومات، يتلم كم واحد من الرعاع دول على كم واحد من المجني عليهم من المسيحيين، وسيب ونسيب، واخرتي جلسة عرفية ملهاش اي 30 لازمة، لا بتحل ولا بتربط. على رأي سيادة المستشار كرم غبريال انه الامن ساعات بيسيب الدنيا تخبط ببعضيها ويقول ندخل بعد ما يخلصوا على بعض ويتهدوا هما والاتنين، مع العلم اللي بيكون غلطان دايما المسلمين، واللي دايما بيتطاولوا المسلمين، واللي بيسبوا بناتني وبيحرقوا بيوتني وكنايسني هم برضو. وايضا على رأي سيادة المستشار بعد الجلسة العرفية بكام يوم او تاني يوم بتتكرر نفس القصة بنفس السيناريو هو ويروحوا جايمين على المسيحيين. ليه؟ عشان من امن العقاب اساء الادب، عشان المفروض ان ما يبقاش فيه جلسات عرفية، المفروض يبقى فيه حاجة اسمي تطبيق القانون على الغلطان في اي طرف من الطرفين. لو الغلطان مسيحي يتحاسب، لو الغلطان مسلم يتحاسب، لكن مش طبطبة وبستيا وحضنيا وخلاص المشكلة خلصت. ما فيش حاجة في المواطنة اسمها كخ ما تعملش كده تاني، روحوا العبوا مع بعض يا اولاد. لا يا جماعة، المفروض القانون يتطبق على المخطئ، لازم المظلوم ياخد حقه عشان يبقى فيه مساواة، في مواطنة، في عدل، في تعامل باحترام. وهنا سؤال يطرح نفسه، الحق باين على عينك يا تاجر، لو اللي تم التعرض ليها مسلمي مش مسيحي واللي تعرض لها مسيحي كان ايه هيحصل؟ عشان هكلمكم بصراحة وجراءة ووضوح ومش هحابل وجوه، كانوا قلعوا جدرة الواد المسيحي وأهله وكل مسيحيين القرية من على وش الدنيا، وكانوا بركوا على كل أملاكهم وكل حاجتهم وأخدوها لهم. كانت الدنيا قامت ما قعدتش. بس حقيقي إن اللي ما خايفش من العقاب طبيعي إنه هيتمادى في كل غلطه من غير ما يبقى خايف إنه يتمسك أو يتعاقب. هي المنيا يا جماعة مش محتاجة مراجعة في كمية التعديات اللي بتحصل على المسيحيين فيها داي. وأخيرا فين قداسة البابا تودرس الثاني من كل اللي بيحصل لأولاده في مصر؟ إيه اللي بيحصل يا قداسة البابا لأولادك؟ معقول كل الأحداث اللي بتحصل لنا داي مش بتوصل لك لحد عندك؟ ولو بتوصل لك يا قداسة البابا لحد عندك وما بتعملش أي رد فعل، ولا في اجتماع يوم الأربع بتطلع تتكلم فيه زي ما قداسة البابا شنودة نيح الله روحه كان بيطلع وبيتكلم، تبقى مصيبة بجد. في الطبيعي وفي العادي كأم كأب صعب جدا تشوف حد بيتعرض لابنك وبيظلمه وتقعد ساكت، ده في العادي، فما بالك لما يكون بابا الكنيسة المرقسي
قاعد ساكت على أولاده اللي في مصر واللي برا مصر، بس خلينا دلوقتي الموجوعين والموحولين في مصر. المسيحيين اللي خايفين ومرعوبين في قرية الطيبة يلجأوا لمين من بعد ربنا؟ طبعا كمواطنين مصريين مفروض انهم يلجأوا اولا واخيرا يعني ربنا، بس يلجأوا للقانون، ومن بعد القانون يلجأوا لأبوهم قداسة البابا. طيب لو كل ده ما عملش حاجة يبقى النتيجة ايه؟ حد يجاوبنا في التعليقات. نصلوا جميعا ربنا يرحم شعبه اللي بيئن من الظلم ومن الاضطهاد، ويعاقب كل اللي فاكر نفسه فوق عدل ربنا وفوق عدل القانون. صلوا من عمق قلوبكم واطلبوا لمسيحي الشرق الأوسط، تحديدا مصر، تحديدا المني. الحقيقة التعليقات في الموضوع ده كانت صعبة جدا، ما قدرتش أوردها لحضراتكم في الفيديو. تقدروا حضراتكم تعلقوا بآرائكم بمنتهى الحرية. ربنا يبارك حياتكم، يستجيب لكل طلباتكم اللي هتكتبوها على المنتدى وتحت الفيديو. حبيت أشارك حضراتكم بالواقع اللي حصلت ده وأطلب صلواتكم. ما تنسوش لازم تشاركوا الفيديو على قد ما تقدروا، لايك للفيديو وشير واشترك لو لسه بتسمعني لأول مرة. من جوا قلبي، من جوا أعماق قلبي، برغم كل شيء، يا رب يسوع المسيح كل وقت تسمعوني فيه أو ما تسمعونيش فيه تبقوا مبسوطين وفرحانين في أتم صحة وأحسن حال. يبارك مالكم وعيالكم، صحتكم وأرزاقكم، أمين يا رب. يجعلكم دايما أنتوا وأولادكم وأحبائكم أمينين في سلام وفي خير وفي رخاء، حل كل المشاكل المستعصية، ويفتح أمامكم كل باب مغلق للخير وللبركة وللفرحة والراحة البال، أمين يا رب.